كان في واحد اسمه الملك لير عنده 3 بنات، كونريال وريكان وكورديليا. في يوم حس ان هو كبر في السن وعايز ان هو يقسم حكمه على ال3 بنات بتوعه، فجمعهم وقال لهم انا بمثل لكم ايه. كونريال وريكان ما كانوش بيحبوه حقيقي، وكانوا بس بيحاولوا ان هم يزيفوا كلامهم علشان ياخدوا الحكم منه. اما كورديليا واللي هي كانت احب ولاده عنده، لما جت تقول له انت بالنسبه لي ايه، قالت له انا بحبك لانك بابايا. وبسبب الايجاز والاختصار في الكلام بتاعها يطردها من المملكه، وتتقسم المملكه ما بين كونريال وريكان. بس يعرف الملك لير ان ريكان وكورنيال ما كانوش بيحبوه حقيقي، وكانوا بس عايزين الحكم. وغير كده كمان يطردوه للغابات. لما تعرف كورديليا بكده تروح على الغابات وتجيبه وتحاول ان هي ترجع له ملكه مرة تانية، بس يكون فات الاوان. وريكان وكورنيال يقتلوا كورديليا والملك لير ابوهم علشان بس يحكموا. وهي دي قصة شبه قصة النهاردة، قصة الملكة فريدة والملك فاروق. قصة كبيرة جدا ومعقدة ومتشابكة بطريقة مهولة، بس بدل ما هتكون كورديليا والملك لير اب وبنته، هتكون الملكة فريدة وفاروق الاتنين متجوزين. يلا بينا نعرف قصة الملكة فريدة النهاردة في قصة إنسان. بس يا ريت قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة. ويلا بينا. اتولدت فريدة أو صفيناز ذو الفقار 5 سبتمبر 1921، وده كان في الإسكندرية. كان أبوها يوسف ذو الفقار مستشار في محكمة الاستئناف في الإسكندرية، وكان جد يوسف ذو الفقار اللي هو أبوها كان يوسف بيك رسمي، أبرز القادة في عصر محمد علي. أما أمها كانت زينب هانم بنت محمد سعيد اللي كان رئيس وزراء مصر. نشأت على العادات المصرية في الوقت ده، إن الاختلاط بيكون قليل خارج الإطار العائلي، والفساتين تكون محتشمة، وهي كانت بطبيعتها تميل إلى الهدوء. اتعلمت في مدرسة نوتردام دي سيون في الإسكندرية، كانت بتعرف الإنجليزي والفرنساوي بجانب كمان العربي، وكانت بتحب العزف وكانت بتحب الفلسفة والعلوم. بس أكتر حاجة كانت بتحبها هو الفن، علشان كان خالها محمود سعيد كان رسام، وأخدت منه حبه للرسم والشغف بتاعه. واللي شجعها على كده كمان عيلتها، لأن هي كانت عيلة أساسا بتحب الفنون وبتحترمها. فكان أخوها كمان شريف بيحب التصوير الفوتوغرافي. تبتدي بقى القصة في سنة 1936. اتعرفت على فاروق في حفلة كانت معمولة على شرف فاروق. كانت أمها زينب هانم صديقة الملكة نازلي، علشان كده كانوا موجودين في الحفلة. أول ما نزل فاروق كل البنات اتلموا حواليه، بس هي رجعت لورا لأن هي ما تعودتش على الاختلاط ده، وراحت جنب أمها زينب هانم. لاحظ فاروق الحتة دي في فريدة، وراح على طول على الملكة نازلي وعلى زينب هانم وسألهم على البنت دي، فقالوا له ان دي صفيناز ذو الفقار بنت زينب هانم. وزينب هانم في الوقت ده كانت وصيفة الملكة نازلي. كان في رحلة معمولة للأسرة الملكة، أصر فاروق إن لازم تكون فريدة موجودة في الرحلة دي، وفعلا نازلي ترضخ لقراره وتطلب من زينب هانم إن صفيناز ذو الفقار تكون موجودة في الرحلة. وفعلا زينب هانم وصفيناز ذو الفقار يروحوا مع الرحلة دي، وفي الرحلة دي يبتدي الحب ما بين فريدة وفاروق. أول ما يرجع مصر يطلب الجواز من عيلتها، وعيلتها وافقت. وهكذا نازلي كانت موافقة علشان هي كانت شايفة إن فريدة بنت صاحبتها مش هتقدر تعارضها، وكل حاجة هتكون لنازلي. فاروق كان عايز الجوازة تتم بسرعة، فعلى طول طلب من عيلة صفيناز ذو الفقار ان هي تيجي على طول على القاهرة، ويدي ابوها لقب البشوية ويدي امها وسام الكمال. فريدة لما جت على القاهرة ما كانش ليهم مقر في القاهرة، كان كل سكنهم في الاسكندرية. فعلشان كده الملك فاروق على طول اجر قصر في مصر الجديدة، وده كان قصر ألفريد بيك الشماس، وده بس علشان تحصل فيه المراسم اللي قبل الزفاف، ويتعمل الفرح ويستمر لمدة 3 ايام. وكان من اهم الافراح الملكية في وقتها، تكتب عنه الصحف العالمية كلها، والمصريين كمان يستقبلوه بالحب، لأن فريدة كانت مصرية وكانت ثقافتها كمان مصرية مش غربية. ويكون الفرح في قصر القبة، ويكتب كتب الكتاب الشيخ الأزهر وقتها اللي هو الشيخ المراغي. وبعد أيام من الفرح سنة 1938 ياخد فاروق فريدة على الاستراحة الملكية اللي كانت موجودة في أنشاص، ومن هنا يتكون عند فريدة أكتر 15 يوم سعيد في حياتها. وبسبب الأيام دي تحب الريف المصري، وده اكتر حاجة هنشوفها ان هي كانت بترسمها في لوحاتها، لان هي كانت بتحبه جدا. بعد كده خلفت اول بناتها فريال سنة 1938، وبعد كده خلفت فوزية، سماها فاروق على اسم اخته فوزية اللي كان بيحبها جدا. واللي ما شافش حلقة الامبراطورة فوزية هيلاقيها تحت في صندوق الوصف. اتولدت فوزية سنة 1940، بس بقى سنة 1942 يحصل حادثة مريبة جدا وحادثة مشهورة جدا في مصر، اللي هي حادثة
4 فبراير 1942. وعلشان نعرف الحادثة دي كويس لازم نرجع شوية قبليها بسنين. مصر سنة 1936 كانت عاملة معاهدة مع انجلترا بان هي هتصبح مستقلة، بس انجلترا هتفضل في منطقة القناة، وانجلترا مش هتتدخل ابدا في سياسة مصر. بس في سنة 1942 حصل العكس كده، على طول انجلترا تحاصر قصر عابدين بالدبابات ويجبروا الملك فاروق ان هو لازم يغير رئيس الوزراء ويجيب النحاس، علشان رئيس الوزراء اللي كان موجود كان موالي لألمانيا. وده طبيعي لان كانت مصر كانت محتلة وما زالت محتلة من الانجليز في الوقت ده، فاكيد هو هيكون مشجع لعدو انجلترا اللي هي المحتل بتاع مصر. بس المشكلة ان كانت انجلترا في الوقت ده كانت في الحرب العالمية اللي هي كانت ضد هتلر، وفعلا يضطر فاروق ان هو يجيب النحاس. وهنا يحصل لفاروق كسرة كبيرة جدا، لان هو كان شايف ان هو خلاص مفيش ضرر من انجلترا زي زمان. وغير كده كمان هو كان بيحاول ان هو يعمل ان هو زعيم العالم الاسلامي، فلما حصل الموقف ده حس ان هو ملوش لازمه. وهنا بقى الاميره شويكار ما تنساش الطار بتاعها من الملك فؤاد. اللي ما يعرفش ايه سبب الطار يرجع برضو لحلقه الامبراطوره فوزيه هيفهم ايه اصل الطار اللي ما بينهم هما الاتنين. هو ما كانش طار على قد هو ما كان خناقه، بمعنى ان الاميره شويكار كانت عايزه تكون الملكه مش نازلي تكون ملكه مصر، علشان كده شويكار هتحاول ان هي تنتقم من فؤاد في ابنه فاروق، وعلى طول هتعمل حفلات وسهرات باسم مبرة محمد علي علشان ترفع عن الملك فاروق في الوقت ده. بس فاروق هينغمس في الحفلات دي وهيتلهي بيها تماما عشان هو عايز ينسى اللي حصل له، لان هو مش قادر يواجه اللي حصل له سنة 1942. اتولدت بعد كده اخر بنات الملكة فريدة الاميرة فادية، وده كان سنة 1943. وهنا تبدأ نقطة التحول في علاقة فاروق وفريدة. كان قبل كده في مشاجرات عادية ما بينهم، كان ساعات بيتم استغلالها مثلا من الملكة نازلي علشان تحاول ان هي تقلل من نفوذ الملكة فريدة على فاروق. بس بعد ما ولدت الملكة فريدة فادية بقت هي ام البنات اللي مش هتقدر ان هي تجيب ولي العهد، وبدأت الحاشية ان هي تستغل كل حاجة علشان تفرق ما بين فاروق وفريدة. بحكم ان فاروق وفريدة كان سنهم صغير في الوقت ده، كانت النتيجة ان هم كانوا بيعملوا فعلا اللي الناس كانت عايزاه ومخططه له. بس فريدة ما قدرتش تستحمل اكتر من كده، الحاشية كانت عمالة تنغص عليها حياتها، وغير كده علاقات فاروق النسائية. وغير كده حصل موقف مش لطيف من الملك فاروق بان هو قال ان الملكة فريدة كانت على علاقة بالامير وحيد يسري. الحكاية ان الملكة فريدة كانت بتهرب من الحاشية بتاعة الملك فاروق، فكانت بتروح عند الأميرة سميحة حسين كامل، وكانت الأميرة دي كانت متجوزة وحيد يسري، وكانت بتقابل جوزها عادي جدا. بس بعد ما فاروق اتهمها في شرفها على طول طلبت الطلاق وأصرت عليه، وفعلا يحصل الطلاق. في الأول لما شاف فريدة وهي طالبة الطلاق حسب إن هي بتهدده علشان يستقيم في سلوك، بس بعد إصرارها عرف ان هي فعلا عايزة تتطلق، وفعلا يتنفذ الطلاق ويتنشر 17 نوفمبر 1948. وبعد ما يمضي على وثيقة الطلاق يفضل يبكي لان هو حس ان هو فقد الجوهرة بتاعته. حصلت مظاهرات من المصريين على الملك فاروق بان هو طلق الملكة فريدة، لان الملكة فريدة كانت بتعمل اعمال تطوعية واعمال خيرية كانت محبوبة جدا بسببها عند المصريين. وغير كده كمان هي كانت ثقافتها مصرية، فعشان كده كانت قريبة جدا من المصريين، وقالوا خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة. عاشت بعد كده في فيلا في الهرم. وبعد ما حصلت ثورة 1952 اتصدرت كل ممتلكاتها واتصدرت كل فلوسها، مع انها ما كانش من الأسرة العلوية، هي كانت طليقة الملك فاروق. وغير كده كمان تقدم المجوهرات اللي كان بيهديها ليها الملك فاروق واهداها ليها بعد الطلاق. المجوهرات دي اساسا المفروض ما يتمش مصادرتها لان هي في الاخر هي خارج الأسرة العلوية، بس للأسف يحصل المصادرة. وكمان يعرض احد ضباط الاحرار ان هو يتجوزها، بس هي رفضت. بس بعد كده في 1963 تسافر على بيروت، وهناك هتحاول ان هي تنتحر، بس على طول هتروح على سفارة السعودية هناك وتطلب من الملكة عفت والملك فيصل ان هي تعمل عمرة. وفعلا تروح هناك على السعودية، وكعادة الملك فيصل والملكة عفت يستقبلوا الملكة فريدة باستقبال جميل جدا. وكانت الملكة عفت تخلي الملكة فريدة تحضر حفلة زفاف ابنها عبد الله. كانت الملكة فريدة فرحانة جدا بكرم المعاملة بتاعة الملكة عفت بيها. وغير كده كمان حاول كتير جدا من الناس ان هم يتقدموا للملكة فريدة، بس هي كانت بترد بكل احترام وبتقول ان انا اتجوزت الملك ولم اوفق، فبالتالي ما ينفعش ان انا اتجوز
بعد الملك حد تاني. تطلع بعدها على سويسرا علشان تشوف عيالها، بس يقابلوها بفتور لان هم كانوا شايفين ان هي السبب اللي افسد عليهم حياتهم، لان بسبب طلاق فريدة سنة 1948 تنزل كل الكوارث على فاروق، وفي الاخر تنتهي الملكية في سنة 1952 وتتلغي خالص سنة 1953، وتسافر بعد كده على فرنسا، وشاه ايران اللي هو محمد رضا بهلوي اشتري لها شقة في شارع الشانزليزيه، بس الضرايب كانت غالية جدا عليها، فاضطرت ان هي تروح تشتري استوديو او شقة صغيرة، ويبدأ هنا عملها الفني، او بمعنى اصح علاجها بالفن، عشان هي كانت بتعبر عن كل ألمها في الرسومات بتاعتها، لان هي ما كانتش بتعرف تعبر عن ألمها، او بمعنى اصح من كتر اللي شافته من خذلان الناس فما بقتش تثق في حد وتحكي له عن ألمها، كانت بتكبت كل المشاعر والألم بتاعتها وتعبر عليها في الرسومات بتاعتها. بعد كده ترجع لمصر تاني وتحاول ان هي تسكن في الفيلا بتاعتها في الهرم، بس تكون اتصدرت، فتطلب من السادات في الوقت ده ان هي عايزه شقه على النيل، بس للاسف ما تعرفش تاخدها، ولما يجي مبارك يطلب منه ان هي عايزه شقه ويديها شقه بسيطه جدا في المعادي، اوضتين وصاله. اتعرفت بعد كده على لوتس عبد الكريم اللي هي كانت زوجة دبلوماسي، وعملت في البدروم الفيلا بتاعتها في المعادي معرض للوح بتاعتها، ومن هنا صداقه ما بينهم تتطور بشكل كبير جدا، بس من كتر الالم اللي كبتته في نفسها يجيلها سرطان الدم، وتضطر ان هو لازم يتجدد لها الدم، فتروح على المستشفى العسكري علشان هي كانت شايفه لو خرجت بره مصر واتنقل لها دم ممكن يتنقل لها مرض الايدز، بس الدم اللي اتنقل لها هو دم مريض بفيروس سي. وتموت الملكة فريدة أو فريدة مصر 16 أكتوبر 1988 بسبب السرطان وبسبب فيروس سي. زي ما شفنا الملكة فريدة كانت شخصية قوية جدا، قدرت إن هي تتعامل وتواجه الظروف بتاعة الزمن، قابلت خذلان كتير جدا من الناس زي ما كورديليا قابلت الخذلان بتاع أبوها. هي وكورديليا بيتشاركوا في إن هما الاتنين واجهوا ألم كبير جدا وخذلان كبير جدا، اضطروا ان هم يكبتوا كل الالام بتاعتهم دي في قلبهم ويموتوا بيها. كده تكون خلصت حلقة النهاردة، حلقة الملكة فريدة. مع السلامة.